عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهارده بقى تقولي انت فين كده؟ انت روحتي فين؟ مش ده لما بخدتي بتصوري فيها على طول؟ النهارده بقى ايه؟ كانت العزومة عند خالتي. هي بصي يا جماعة، يا خالتي وفي نفس الوقت حماتي، انتوا فاهمين؟ ماشي. فايه معاش حد وكده، فقالت لي قالت لي تعالي ساعديني في الاكل. قلت لها خلاص ماشي. رحت كده على الظهر، عملت بقى اول حاجه تسبيكه المحشي زي ما انتوا شايفين كده. شوحت بقى بصل زي ما انتوا شايفين، وعملت طماطم، حطيت بهارات، حطيت كزبرة وبابريكا بس عشان كانت لسه بهارات، لسه هنجيب بهارات تاني. وحطيت مكعب مرقة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العزومة كانت جميلة جدا، والله العظيم كانت تحفة، وبصراحة الأكل كان تحفة. بص بقى، هي تسبيكة تتسبك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، طبعا احنا أول مرة نصور هناك. هي بصراحة بقى قالت لي تعالي اعملي معايا كده، وانا قلت لها خلاص مش انا هجيلك. وانا برضو جبت حلة تاني وحطيت فيها سمنة، وحطيت بقى فيها بصلة عشان خاطر ايه، اعصج اللحمة. انا اعصج لحمة مفرومة عشان ايه، لسه هنعمل بيها حاجات كتير. يلا بقى، طبعا بقى معايا كده الفيديو للاخر، هيعجبكم جدا وفيه افكار كتيرة حلوة. بصوا بقى يا جماعة، دي كفتة خالتي عاملاها عند الراجل، حاطة فيها ايه، برغل ماشي، ونص كيلو لحمة، وبصل وثوم وبهارات. بصي بقى، هي بصراحة بقى عملناها ايه، على قلم، يعني صبعناها على قلم. ممكن انت بقى تصبعيها على سيخ، او ايه، تصبعيها مثلا على خل. احنا مكانش عندنا خلة ماشي. وكانت بدهن ايديها زيت ماشي. وبرضو كان بص التسبيكة برضو بتتسبك، وانا برضو ايدي ايه، ايدي في البصل اللي هو بتاع اللحمة المفرومة. بص بدأ اهو يصفر. طبعا مش بخليه محمر، بصفره بس كده، وبعدين بنكمل عليه. يعني شوف هنعمل ايه تاني. هي بقى سبتها بصراحة، كانت قاعدة تعمل الكفتة، وانا كنت واقفة على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. وانا بقى سبتها وقلت لها خلاص انا ايه، هقوم اشوف اللي ورايا. بشرت بقى كده جزرتين متوسطين، يعني بشرتهم. طبعا وزر عن صوتي، طبعا صدري متدمر، معلش صوتي وحش قوي انا عارفه. بس صوتي صعب شويه، وكمان انا صايمه عشان كده بس صوتي بايظ. بس بقى هنا بقى كان معايا نص كيلو لحمه مفرومه. حطيتهم بقى كده على الجزر، وحطيت كزبرة وكمون لا سوري، كزبرة وفلفل اسود ومرقة وملح طبعا. طبعا خالتي مقلبة الملح اللي زي اللي انا بعملاه ده، اللي هو بنحدق يعني الملح كده بفلفل. وانا بقى عملنا الكفتة وحطيناها بقى غطيناها يعني بالاسترتش وكده، ونسيبها بقى في التلاجة. ده الكلام ده كان على الساعة مثلا قولي واحدة الظهر. بصي بقى، دي الصينية التانية، وهنا بقى كانت اللحمة اتعصجت. هدفع عليها بقى وشوف هنعمل ايه. ولا برضو التسبيكه اتسبكت خلاص. وقطعنا بقى هنا ورق الكرنب، وهي كانت مقطعه الخضره وسلق الورق العنب. كنت غسلت الرز، وده البصل اللي نعمل بيه المرتة للمحشي. وده السلق بقى عشان نعمل بيه حاجه حلوه قوي النهارده. بصراحه انا اول مره اجيبها معاكم على القناه، جربوها قولي ايه رايكم. وحطيت بقى البصله دي، حطيت طبعا فيها ملح فلفل اسود وكمون وكزبره، وحطيتها بقى كده على على التسبيكه. معلش يا جماعه اعذروني، صوتي بايظ. وكيلو الرز بقى، كنت غاسله كيلو رز، حطيته بقى كده على التسبيكه وقلبت بقى، وكانت التسبيكه تحفه تحفه تحفه. انا كنت حاطه يعني ما حطيت البصل، كنت حاطه زيت وسمنه. قلب بقى كده، كان بصي ريحتها جايبه اخر الشارع، والله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده. ماشي يا جماعه، معلش صوتي بايظ انا عارفه، معلش متزعلوش مني. صوتي والله العظيم متدمر خالص. هنا بقى كنت خلصت كده تسبيكه، وحطيت الخضره، وحطيت توم، وحطيت بهاراتي. وبصي بقى هنا قعدت الف انا برضو، كنا وخالتي. هي طبعا انا ما بقولهاش حماتي، طبعا انا بقول لها يا خالتي، عشان هي صح مش حماتي، هي خالتي فعلا، يعني انا بحبها قوي، ربنا يخليها ليا. وانا بقى بصي كنا بنلف برضو، كان معانا نص كيلو ورق عنب. قعدنا بقى ده بقى يا جماعه اللي قعدنا فيه حماتي. لو كنت سبت لكم المقطع من غير سلت، يعني حطيت الصوت بتاع انا وحماتي، كنت تموتوا من الضحك. اما تقول لي انا زهقت، انا مش عارفه ايه، وانا اقول لها يا خالتي خلاص، يا خالتي قربت نخلص فعلا. النص كيلو عمل كميه محترمه. بصي الحله قد ايه، بصي اللحمه المفرومه كنت سايباها. بصوا بقى. الفراخ دي بقى بصراحه كانت متبله، اقول لكم كانت متبله، هي كانت متبله من امبارح، يعني من قبل العزومه بيوم. هي قالت لي انا كنت حاطه بصل، وحاطه بهارات فراخ وملح وشطه وكمون وكده. وكانت حاطه معلقه سمنه. بس بصراحه كانت تحفه، تسلم ايديها بجد، هي بصراحه اكلها جميل جدا.
والله انا رحت لقيتها عاملاها. لو كان تعرف كنت زورتها بتعملها، بس هي ما انا عملتها قبلها بيوم، يعني قعدتها يوم في التتبيله. نحطها كده بقى في الفرن عشان ايه، في ثواني كده عشان نحطها في الفرن. طبعا برضو هغطيها بالورق الزبده ورق الفويل زي ما انتوا شايفين كده. واحط بقى كده شويه من تتبيله، انا عملتها على صينيتين. بصوا، حطيت برضو في صينيه تاني، وغرست كده الفراخ عشان تستوي، تاخد معانا، ما تاخدش وقت في السوا. زي ما انتوا شايفين كده بقى. كنت هنا بقى يا جماعه خلاص خلصت. كنت بقى حوالي كده الساعه على 4:30، فاهمين؟ بس كده. طبعا اقول لك متنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك عشان يوصل لي كل جديد منك ومني، وجودك كالعاده فوق راسي، ووجودك بيشرفني في القناه وبيزودني حماس. انا بقى ايه، جبت السكات دي اصلا بتاعتنا، جبتها من البيت يعني، خلت ماما جابتها وهي جايه. دهنت بقى كده الصاج سمنه، ماشي. وهنعمل بقى ايه، صينيه جلاش عاديه وصينيه جلاش اللي هي الصوابع. حطيت بقى نص كميه الجلاش، ما طوعاكم عشان عملنا معاكم كذا مره الموضوع ده، الطريقه دي يعني وكده. فحطيت نص كميه الجلاش، وهحط اللحمه، واحط بنص الكميه جلاش تاني، وكل بين رق ورق طبعا انتوا عارفين سمنه، ماشي. آه وهنحط بقى كده ونخلص كده كل الكميه ونشوف هنعمل ايه تاني، ماشي. بس بصراحة الجلاش برضو طلع روعة، كان تحفة تحفة، وكان ملحه مظبوط، والحمد لله الأكل عجب كل الناس اللي كانوا. طبعا كانت في طبعا يعني كتيبة ورا الكاميرا، بس طبعا ايه، محدش طبعا رضي يعني يظهروا كده. كانت في كتيبة، مفيش الا انا بس اللي كنت بظهر، ومرضتش طبعا اصور لكم الاجواء. لو كنت صورت لكم الاجواء كانت هتبقى تحفه جدا، بس يلا مش مشكله. عملت بقى ايه، قطعت بقى كده الجلاش، وحطيت من فوق سمنه، وحطيت كوبايه لبن عليها ملح وفلفل اسود. وبس كده بقى، شربنا بقى كده الجلاش، ونزل كده الحروف بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. وزودت برضو لبن تاني، كان محتاج لبن، زودته لبن. في ناس بتحب يا جماعه تعمله ببيض، بس انا لا، عشان خاطر انتوا عارفين طبعا البرد وكده، وطبعا انا في رمضان والصيام، فلا انا بصراحه على طول بعمل كده. جبت بقى هنا اللفه التانية، اول عملته بالسمنه، حطيت 3 طبقات، يعني 3 قصدي جلاش، ماشي. كل بين طبقة وطبقة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. بس بقى الحتة دي كانت تحفة. انا بقى وابن خالتي بقى وكده، طبعا هو سيلفي يعني، وانا وهو على طول ناقل ونقيل يعني. فبنفضل بقى عمال يهزر ويقول لي خلصي المغرب يا رب يقدر، ونقول له طب اعمل ايه طيب. والله العظيم كان يوم جميل قوي. بص بقى، حطيت كده اللحمة على الحروف، ونلف بقى كده ونضغط كده بايدينا. بصوا، عشان ايه، ما يفكش منك او حاجه. ومعايا بقى هنا الصاج، احط بقى كده في الصاج زي ما انتوا شايفين. كمل بقى بقيه الكميه معايا مع نفسي بقى، وارجع لكم تاني. هنا بقى كانت حوالي الساعه 5:15، وانا اصلا الموضوع سهاني، وقعدت اعمل في الجراش وقعدت اهزر وكده. لقيت بيقولوا القرآن اشتغل. شغلت بقى بسرعه كده على المحشي، وكانت خالتي عندها شوربه عملت بيها. حطيت بقى هنا ايه على الورق عنب من فوق دبس رمان وشرايح ليمون، وعصرت الليمون. حطيت يعني 2 شرايح ليمون، يعني ليمونتين قطعتها شرايح، وواحدة عصرتها. بس كانت في واحدة من الخال تقول لي خديها. وهنا بقى كنا حاطين الجلاش في الفرن. هنا بقى كنا طلعنا الفراخ كانت استوت. بصوا، بريها لكم من تحت الفويل وراي. بصوا، حطيت كده الشوكة فرقت، نزلت مية، قلت يبقى استوت. غطيتها بقى كده تاني، والسلك تحتيه برضو، الصينية تحتيها قصدي. ولا بقى كان الجلاش استوى، والجلاش الصوابع والورق عنب بقى استوى، وكله بقى تمام كده معاكم. وهنا بقى كنت هعمل ايه، لسه هنعمل ملوخيه. بصوا اهو المحشي بيغلي اهو، والتاني كنا عاملين نص كيلو فلفل، وكان باقي كرنب. هنا بقى الشوربه غلت كده زي ما انتم شايفين. يا جماعه السلق اللي احنا وريتهولكم في اول الفيديو ده، خالتي خرطته وحطيناه على الشوربه زي ما انتم شايفين كده. حطيت بقى كده السلق وقلبته شويه، وقالت لي بقى حط عليه الملوخيه الناشفه. بصراحة يا جماعة أنا أول مرة أجرب الطريقة دي، ولو حد عملها بجد والله العظيم يقول لي يا فيتالات إن إحنا بنعملها، عشان أنا بصراحة أول مرة أعرفها. يعني هي اللي قالت لي بصراحة، أنا معرفهاش. وحطينا أيوة صح، وحطينا في اسمه ده الشوربة توم ني زي كده بنعمل ملوخية عادي. بصوا أنا أول مرة، بس والله العظيم يا جماعة طعمها تحفة. أنا بصراحة أول مرة أكلها في حياتي. يعني أنا ماما ما مش بتعملها بصراحة، ولا أنا عمري عملتها. انتوا حتى في أول ما فتحت القناة عمري ما عملتها، بس هي خالتي إيه، هي قالت لي لا أنا بعملها
وجربي الطريقه دي. سبت بقى كده الملوخيه على جنب، وفي طاسه بقى كده حطيت معلقتين سمنه بلدي. طبعا معلش يا جماعه جالي تليفون فطلعت من المونتاج ودخلت تاني. معلقتين بقى كده سمنه حلوين. طبعا كنت مشغله الفرن ومشغله التلات عجون دي الرابعه، وكانت بصي الدنيا خربانه بصراحه. كانت النار طبعا بارده أوي عشان كنا مشغلين الفرن. لغايه بقى كده لما السمنه تقدح كده، وحطيت بقى توم، واحط بقى كزبره ناشفه طبعا انتوا عارفين. وقعدت بقى كده اقلب في الطشه وكده. وبعد كده بقى يلا بينا بقى ناخدها كده ونروح بقى نطش الملوخيه على الرخامه، عشان طبعا انتوا عارفين الزحمه وكده. حطيت بقى كده الملوخيه، طشيت بقى كده الملوخيه، وكانت تحفه بجد. انا هجربها ان شاء الله معاكم برضو هنا في البيت. بصوا بقى، كانت جميله. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني، نشوف ايه تاني خالص. يبقى بص، كنا حاطين بقى الفراخ كده. بص سيلفي كان عمال يقلب في الفراخ وكده، كنا حاطينها تتشمع. والورق عنب كنا خلاص، والمحشي خلاص اهو. كنا حاطين طاسة على النار فيها زيت وسمنة عشان نعمل الكفتة. بجد الكفتة دي يا جماعة جربوها، طعمها في حتة تانية بجد تحفة، عجبتني قوي. بس بقى سيلفي عمال يحط، وانا عمالة احط وكده، وماما وكده، عشان كله يعني كان اصلا المدفع عمل، واصلا محدش يصور لكم العصاير وكده، فاعذروني بقى. وهنا بقى كان ايه، كان سيلفي حاطط فحمية في الفرن، وهحط بقى كده عليها زيت. نسيب بقى عشان الفراخ تاخد رائحة الشوي. نقفل بقى كده الفرن ونشوف هنعمل ايه. بس بقى كده المحشي خلاص طفيت عليه، والكفتة بقى سايبينها تستوي. وده بقى كده، وده كده بقى الشكل النهائي للأكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو ما عجبكم استناكم في يوم جديد وفيديو دلوقتي وحش.